والبنات ما تبقاوش تقولوا حتى نقراو حتى نتخدموا، ما كاين لا قرايه. شوف، كل شيء ممكن ديروه ملي تزوجوا. السلام عليكم. التصريح ديال بن كيران حول الدراسه والزواج لقى واحد الضجه واسعه في مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا كاين اللي استغل الفرصه من الخصوم والاحزاب والمختلفين عن بن كيران والخلفيه ديال بن كيران، ولوى عنق التصريح ديال بن كيران وعطاه تاويل خاص. وهنا باش تعرف هذوك الجمعيات او الخصوم ديالو المعدن ومدى النزاهه والامانه ديالهم. كاين واحد القوله جميله كتقول لك ان الخصومه لا تسقط الامانه والكراهيه لا تبيح البهتان، بمعنى انا مختلف عنك، ما كنتفقش معاك، ما كيبيحليش انني ندلس. والتصريح كان واضح كيقول فيه ان المراه ما تسناش تتخرج او لا تخدم عاد تزوج، خاصه الا تقدم لها رجل مناسب، يعني وفق المعايير اللي هي بغاتها هاد السيده هذه. وكنظن ما محتاجينش بن كيران ولا غيره انه باش يقول لنا هذا الشيء هذا، لانه من المفروض نكونوا كلنا فاهمينه، لان حنا ماشي في زمن العبوديه نتسنى نتخرج بحال غادي غنتوظف في ناسا وعاد نخدم عاد باش غادي نعيش حياتي الطبيعيه ونلبي احتياجاتي الغرائزيه والعاطفيه. لا يعقل. العبيد شحال هادو كانوا كيتزوجوا واخا كان الكدح يعني والاستغلال والعبوديه، لكن باقي ناس كتشوف ان الزواج خصو يكون بعد التخرج وحتى نشتغلوا. انا بالنسبه لي هذه ما فوق العبوديه هذه، وبالعكس هذا راه هو المعاداه ديال حقوق المراه. من حق المراه تتزوج وتلبي احتياجاتها العاطفيه والغرائزيه، وكذلك انها تستقل. ما يمكنش تبقى هذه السيده هذه قرن من الزمن في الدار ديال الاب والام ديالها.